ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل وصفه جميله وطعمها تحفه وكمان خفيفه جدا. هنعمل الشيش طاووق، هنعمله كمان في صينيه على البوتاجاز عشان لو في حد ما عندوش شوايه يقدر يعمله بكل سهوله. بجد طعمه تحفه ولونه كمان جميل جدا. شايفين الحلاوه؟ مفيش احلى من كده. شايفين بيتقطم معانا بكل سهوله، طري جدا. يعني لو في حد مثلا ما بيحبش الصدر بتاع الفرخه يسلق، يعني ممكن يقطعوا مربعات كده ويعملوا شيش طاووق بجد تحفة. يعني نطلع على المقلوف شوية، مثلا مادام ما نسلق او نعمل بانيه ممكن نعمل الصدر شيش طاووق بجد بيطلع. نقدر نعمل جنبيه شوية مكرونة بصلصة او رز بسمتي، بيكون حلو جدا مع الاكلة دي. معانا بقى صدر فرخة اهو، والله ده صدر فرخة واحد قطعته مربعات زي ما انتوا شايفين كده. طبعا غسلته بالليمون وشوية دقيق عشان تضيع ريحة الزفارة خالص. وهنحتاج معلقة كبيرة من الصلصة، صلصة برطمانات، وهنحتاج ربع كوباية لبن او حليب. وهنحتاج كمان نص معلقة صغيرة من الملح ورشة زعفران ورشة فلفل اسود ورشة كمون وتوم باودر وبصل باودر وسبع بهارات وكاري. لو عندك كاري صراحة بيدي طعم حلو جدا جدا، وكمان الزعفران بيدي لون حلو قوي قوي. هنحط بقى ربع كوباية من اللبن، عندك لبن مفيش مشكلة، عندك علبة زبادي، لبن رايب، كل الحاجات دي بتخلي معاكي الفراخ بتاعتك بتكون طرية كده وجميلة زي ما قسمتها معاكم. اتقسمت معايا كده بكل سهولة وكانت جميلة جدا وطعمها كان حلو قوي. حطينا بقى معلقة الصلصة في ربع كوباية من اللبن. هنقلب الصلصة الاول وبعد كده ننزل بالبهارات بتاعتنا. الزعفران بيدي لون حلو قوي ليها، والكاري بيديها طعم ومذاق كده جميل. هنقلبهم بالشكل ده. بعد كده بقى هنحط الفراخ بتاعتنا. اللي وصل معايا لحد هنا يا جماعه ما ينساش يحط لي اللايك، علشان بجد ما تحطوا لي اللايك المشاهدات بتكتر شويه. فياريت ما تنسوش اللايك وكمان الاشتراك. ياريت تنوروني كده وتشتركوا في قناتي. طبعا تكوني مصفيها بقى من الميه وتحطيها على الخلطه بتاعتك اللي احنا عملناها ديت. الله اكبر، الله اعظم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. اذكري كده ربنا عشان الحاجه بتاعتك تطلع جميله، والله صدقوني ما تذكري ربنا الحاجه بتاعتك بتطلع جميله جدا. وحطينا معاها حوالي 3 معالق من الزيت. هنسيبهم بقى في التتبيله ونغطيهم بقى وندخلهم التلاجة حوالي ساعتين 3 يوم. بتشرب من التتبيله وبيبقى طعمها جميل جدا والله. بعد كده يا بنات بقى هنجيب فلفل وبصل وطماطم، هنقطعهم بقى كلهم مربعات كده. والطماطم ناخد اللحم بتاعها، ما ناخدش يعني المية بتاعتها اللي هي البذر. والفلفل اهوت. هنحط كل ده بقى على التتبيلة بتاعت الفراخ برضو، بس انا سبت التتبيلة هي لوحدها قعدت حوالي يوم في التلاجة، يعني انا عملتها لتاني يوم. كل ما بتقعد في التتبيلة بتشرب كده التتبيلة وبتبقى جميلة جدا والله صدقوني. بعد كده حطيت بقى القوطة والبصل المقطعه والفلفل. انا عايزاه طعم الخضار يبقى طعمه جميل، ما يبقاش بس يكون سادة كده معلوش اي حاجة. بعد ما حطيت الخضار حطيت شوية زيت برضو عشان خاطر الخضار بتاعك ما يتحرقش. هتجيبي بقى اللي هي الاعواد اللي هي بتاعت الشيش طاووق دي، بتتجاب ادوات المنزلية، بتتجاب من هناك وسعرها رخيص جدا. يعني الكيس انا كنت جايباه ب10 ولا مش عارفة ب15 جنيه في كام واحدة. بعد بقى هنحطهم بالشكل ده، فلفل وطماطم وحتة فرخة الكلام دوت ورا بعضه. بعد كده هتجيبي صينية فيها شوية زيت وهتنزلي بالفراخ بتاعتك وتهدي عليها شوية النار عشان تستوي وتبقى جميلة ولونها جميل زي ما انتوا شايفين كده. كانت بجد والله كانت تحفة. يا رب يا بنات يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكم مني كل جديد. واللايك يا بنات ما تنسوش، والتعليق بتاعكم اللي بجد بيسعدني وبيفرحني. مع السلامة.